بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناتي حياتك سهله وبسيطه. بص بقى، انا النهارده هنعمل وصفه مدلعه جميله جدا جدا جدا. هنعمل كده كاسات المهلبيه بالجيلي، تحفه والله. انا معايا كده كيلو حليب، كيلو لتر حليب كده يعني، وبحطيته على النار اهوت. ومعايا نشا لكل كوبايه لبن، معلقه نشا هرميه كبيره. ومعانا دلوقتي انا حطيت لها ذره فانيليا عشان تبقى ريحتها كده جميله. ومعايا كمان اللي انتوا شفتوه ده في البولة الصغيرة دي شوكولاتة، دي معلقة كاكاو متدوبة في معلقة مية بس. خلاص انا حطيت السكر كده على حسب ايه رغبتك يعني. انت السكر طبعا تحليتك زي ما انت عايزاها، تحطي كتير تحطي قليل. انا عن نفسي مش بحب السكر الكتير، بس بعملها مظبوطة الحمد لله. حطيت بقى اول ما اللبن خلاص دخل في الغليان، حطيت عليه ايه النشا اللي انا مدوباها في في نص كوباية لبن كده على البارد. شوفوا بقى القوام بتاعها جميل جدا اهي. انا حتى هجيب معلقه عشان اوريكم القوام بتاعها، هي كده مظبوط. لما تقلبي كده وظهر المعلقه يتملي هعمله كده بايديا، بس مش عارفه هتظهر اصل انا بصور بايدي والله معلش. اهو زي ما انتوا شايفينه كده. انا بعمل الحركه دي على طول، بعمل صباعي كده تتمسح من عليها على طول. كده خلاص انا بقى هاخد الخليط ده هقسم نصه. انا خدته قسمته نصه، حطيته في بوله كده لوحده، والنص التاني رفعته تاني على النار وحطيت عليه قلبت عليه الشوكولاته اللي انا كنت مدوباها في معلقتين كده ميه او لبن. شفتوا بقى لون المهلبيه اللي بالشوكولاته بقى لونها جميل جدا ازاي؟ والله العظيم لونها جميله. وانا لسه كمان هقلبها كمان عشان كنت بقلب بايد واحده. انا بقى فضيتهم في حاجتين زي ما انتوا شايفين، بقى احطهم كده مع بعض. اقلب كده، معلش مش عارفه الكاميرا سريعه هنا ليه. احطهم كده، شفتوا بيطلع كده متساويين وجميل. انا بقلبهم الاتنين مع بعض في وقت واحد. بس انا كده عملت غلطة، المفروض ان انا كنت املى البولات على اخرها يعني، املاها على الاخر عشان لما اجي اقلبها تطلع كده حلو. بس انا قللتها شوية، قيمة صباع كده او عقلة صباع، بس انا ايه ما كانش قصدي والله. المفروض كنت انا املاها على الاخر خالص. خلاص بقى انا كده هحطهم بقى في التلاجة عشان ايه يبردوا. استنى بس لما يهدوا شوية كده احطهم بقى في التلاجة. انا هنا معايا كيس جيلي، دي كوباية مية مغلية هقلب فيها باكو جيلي. انا حتى والله برضو غلطة تانية يعني، المفروض انا كنت عاملة حساب ان انا عندي كيسين، بس انا ما لقيتهمش اللي هو باكيت واحد بس. عشان برضو، او بقى لو هو باكيت واحد كنت صغر الاطباق شوية، بس انا ما كنتش عاملة حساب. هتشوفوا دلوقتي انا قصدي ايه في كلامي. خلاص انا كده قلبته لحد ما يتقلب كله، يدوب كله يعني الكيس. وهحط بقى عليه كوباية كمان مية باردة من الحنفية. حتى انا مش هكترها كلها، هسيب منها شوية عشان يمسك بسرعة، عشان اقدمه لكم بسرعة. انا حطيت حوالي كوبايتين الا ربع على الباكت. بصوا بقى، زي ما انتوا شايفين كده المهلبية كده طلعتها. اقلب البولة في طبق تاني، غويت سنة كده. بس المفروض انا كنت مليت الكاسات دي على اخرها خالص، عشان لما اقلبها ما تديش كده تبان ان هي ايه عالية كده. واسيبها بقى كده تعرق شويه لحد ما تنزل من الايه من الطبق كلها. خلاص زي ما انتوا شايفين انا كده سبت اهوت. على فكره الطبق ده كان جميل جدا بس انا ما قدمتوش معاكم. احط بقى عليه الجيلي زي ما انتوا شايفين. احط برضو كله واقطع كده زينه كده يعني تقطيعه موز كده صغيره زي ما هتشوفوا. واسيب كده بقى اقطع فيه الموز زي ما انتوا شايفين كده. انا قطعت اهوت الموز عليه، اوزعه كده يبقى شكله كويس زي ما حضراتكم شايفين. الولاعة دي على فكرة كانت تحت زي ما انتوا شايفين كده برضو، مش جوه الطبق ولا حاجة، الطبق هو اللي شفاف شوية. الاطباق دي طبعا انا بقى هسيبها شوية كده لحد ما الجيلي الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. انا بس هفصل وارجع لكم دقيقة. خلاص يا حبايبي، انا كده بقى ايه، انا سبتها في التلاجة اتشمعت شوية وبعدين بقى شلت الاطباق وكملتها تاني في التلاجة. والله وصفة جميلة جدا. انا من الوصفة دي انا ما اكلتهاش من 13 سنة وانا مخطوبة. مرات اخويا الله يبارك لي فيها يا رب ويديها الصحة عملتها لنا كده واحنا مخطوبين. والله العظيم كانت وصفة فوق الرائعة وطعمها جميل جدا. الميكس اللي احنا عاملينه، المهلبية اللي بالشوكولاتة مع البيضة مع الجيلي ده خطير. وانا قلبتها
لقيتها مش متساويه كده، زوقتها بشويه فرماسيل كده. بس وصفه والله هتطر عليكي في الحر كده، وجميله جدا جدا جدا، تستاهل التجربه فعلا، خطيره. المفروض بقى زي ما قلت لكم ان انا كنت اكتر الجيلي شويه، بس الحمد لله خلاص هنجربها تاني مع بعض. ولحد ما اشوفكم هتوحشوني، ما تنسوش اللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.